صباح الفل عليكم، اخباركم ايه؟ طبعا المنظر اللي قدامكم ده على فكره انا بربي قطط. فعندي قطتين بلدي كانوا حاله انقاذ. لقيتهم قدامي فمرضتش افرط فيهم. آه ده المنظر، عشان كده انا عامل المخدات بالشكل ده. آه ايه الحكايه؟ يعني المصريين على السوشيال ميديا وهم بيطلعوا كده على تويتر، على فيس، يعني اليوتيوب، بيقولوا ان في ثورة يوم 25 يناير. تمام. وهنسقط، مش عارفة نعمل ايه وايه. طبعا عايز اقول لحضراتكم حاجة. انا ليا رأي زي ما انت بتقول رأيك، وانت شايف ان هناك ثورة يوم 25 يناير. انا كمان ليا رأي. انا بحب اقول الحمد لله اني مفيش ثورة يوم 25 يناير، ولا الشعب المصري ما يقدرش يضحي ببلده. الشعب المصري قادر يضحي بلقمة، بشوية مية، بأي حاجة. مهما تكون الحاجة دي غالية هيضحي بيها وهيستحمل وهتعدي. احنا فقدنا حوالي 7 مليار دولار دخل قناة السويس في سنة 24. ده الكلام المنشور يعني. اللي بيحصل، اللي بتواجهه مصر، المعلن والغير المعلن وما خفي أعظم، كتير. أعتقد الحالة اللي احنا فيها دلوقتي حاليا هي أقوى من الحرب. طول ما الشعب المصري، ودي طبيعته، بلده، عمره في أي حرب أو عدوان تم على مصر في الفترات السابقة، عمرك ما شفت مصري أصبح لاجئ في دولة. أوكي. وأتحداك إنك هتلاقي مصري في وقت الحروب اللي مرت عليها، في وقت العدوان اللي جه عليها، في وقت الهمجية اللي جت عليها. عمر المصري ما ساب ولا ترك ولا لقب ولا جه في نشرة أخبار ولا سوشيال ميديا وقال لك اللاجئ المصري. تمام. الشعب المصري ورا جيشه. بقول تاني زي ما قلت في الفيديو اللي فات ان ثقتي في الجيش المصري والشعب المصري زي ثقتي في ربنا سبحانه وتعالى. ادخلوا مصر ان شاء الله امنين. هنعدي. عارف، لو هناكلها بملح